رحيل ديانج إلى الدوري القطري، ومكالمة حسين لبيب مع عمر كمال عبد الواحد لإفساد انتقاله إلى النادي الأهلي، وتوصية حسين لبيب أيضا بتخليص كل من أحمد عبد القادر ومحمد شريف لإبرام صفقات قوية لنادي الزمالك. بس هل النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب فطنوا لهذه النقطة؟ هل هنشوف تخليص لعمر كمال عبد الواحد اللي الامور مطت معاه كتير قوي لدرجة ان حسين لبيب يتصل بيه وطلب يقعد معاه، والولد ممكن يقعد معاه فعلا؟ هنشوف الكلام دوت. ورحيل الشناوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. حلقة جديدة مع الدر، حلقة تحذيرية نارية لمجلس ادارة النادي الاهلي. كل الحذر، علشان كده الفرقة ممكن العقد بتاعها ينفرد. علشان يا كابتن خطيب لما يجي لمحمد الشناوي عروض وما يتمش ترضيته بالمقدار المناسب عشان يقعد في النادي الاهلي، ومعاه برضه محمد عبد المنعم اللي لحد دلوقتي لم تتم ترضيته، واحمد عبد القادر اللي اتغضب عليه من كولر، وخسرنا لاعب زي دوت بيتدلع بس ممكن نحتويه وممكن نصنع منه نجم كبير يفيد النادي الاهلي. وديانج اللي اتحط في الثلاجه وهيمشي للدوري القطري. 4-5 عناصر مهمه جدا. وعلى النقيض تماما عمر كمال عبد الواحد، الصفقه المنتظره للنادي الاهلي، بيتصل بيه حسين لبيب عن طريق وكيل معين للاعبين، وطلب منه انه يقعد معاه ويخلصه من نادي مودرن فيوتشر. سأله انت مضيت للنادي الاهلي؟ لا، انا متفق على كل حاجه ومخلص كل حاجه بس لسه ما مضيتش. يعني معنى كده ان اللعيب عنده نيه، وقال له كده صراحه اللي هيخلصني الاول انا موجود معاه. هل الكابتن محمود الخطيب ينفع يسيب صفقة مطاطة بالشكل ده الطويل دوت ومن خلصت لعيب مهم زي عمر كمال عبد الواحد، وتدي فرصة لمنافسك الزمالك بعد حالة الترهل اللي فيها يبدأ يعمل صفقات كبيرة ويبدأ يخش في منافسة معاك؟ هل هنسيب أحمد عبد القادر لعيب خامة طيبة ومهاري جدا بس محتاج تظبيط دماغ ومحتاج حد يحتويه ويديله الثقة ويرجعوا تاني للنادي الاهلي اساسي؟ هتسيبوه يمشي زي ما محمد شريف مشي ومنتظر نلاقي الاثنين في نادي الزمالك؟ هل يا كابتن الخطيب الامور وصلت لهذا الحد؟ اعتقد ان ثقتنا الكبيره فيك ان شاء الله عمرها ما تهتز، ولكن كل الحذر لان احنا كده ماشيين زي السحلفه، ومش هينفع الكلام دوت في حرب الصفقات اللي داخل فيها الزمالك بتقله بمساعده ممدوح بيه عباس ورجال اعمال كتير. وده كل الحذر لان الزمالك مش بيدور على صفقه واحده، الزمالك حابب يعمل صفقات تقيله ويرجع فريق قوي تاني. محمد الشناوي اللي المفروض الكابتن الخطيب يقعد معاه ويديله عقد كويس يليق بحارس مرمى زي الشناوي اللي بيتألق ويتعملق ويزود عن مرماه وجاي له عقود كتير. وان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يقعد محمد الشناوي، نتمنى انه يلقى التقدير اللازم من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ويستمر في النادي الاهلي لانه فعلا في حته تانية ما شاء الله. وديانج اللي ما ينفعش يا كابتن محمود بعد ما سيبنا حمدي فتحي عمود كبير نسيب ديانج، وخط الوسط عمرو السولية بيتقدم في السن. مين اللي هيبقى موجود؟ مروان عطية وامام عاشور، والاثنين بيلعبوا 8 اكتر من مركز 6 الارتكاز اللي بيلعب فيه احمد كوكا دلوقتي متألق ولكن مش هيقدر يشيل المركز ده لوحده. ديانج مستوى مميز ممتاز كساحة يعني افساد الهجمات، عنده بعض الاخطاء، اكيد عنده بعض الاخطاء، بس فين التدريبات التخصصيه لتلافي هذه الاخطاء؟ ديانج النادي الاهلي منفتح على بيعه مش اقل من 5 مليون دولار، وكذلك الشناوي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنجيب منين تاني؟ لان مفيش مواهب كبيره بتظهر وبنقدر، ما عندناش العين الخبيره اللي تخلص لعيبه زي ديانج تاني او زي مروان عطيه. والمهاجم زي ما شفنا لما سيبنا الاختيار لكولر راح جاب لنا موديست. ارجو ان النادي الاهلي يتفهم هذه النقطه، ارجو ان كابتن الخطيب ما يسيبش عقد الفرقه ينفرط. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله في مباراته مع مودرن فيوتشر نهائي كاس السوبر. نتمنى تكون اول بطوله السنه دي نتوج بيها علشان
تقدر تستمر في المنافسة على الألقاب التانية وترفع من الروح المعنوية لدى الجماهير والجهاز الفني واللاعبين. كل التوفيق إن شاء الله. بكرة غياب الشناوي، غياب ياسر إبراهيم، بس إن شاء الله مصطفى شوبير في الميعاد، وإن شاء الله رامي ربيعة في الميعاد. وكل التوفيق للنادي الأهلي. سلام عليكم.